رضي الله ممكن يعني أنا غير مستطيع لمواصلة الحوار، ممكن أختم. أنت يعني تختم البرنامج بالمرة خايف يعني من حاجة مثلا؟ هل تخشى شيئا؟ المرأة التي تزوجها جليبيب رضي الله عنها لأنني وعنه. محب لقصة جليبيب، كم أثرت في نفسي ورفرف لها قلبي كما يقال. هذا الحديث بعضه في صحيح مسلم وكله في مسند الإمام أحمد. الذي في مسلم قصة مقتل جليبيب، والذي وأوله في مسند الإمام أحمد من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه. يقول رضي الله عنه: كان جليبيب يعني يلاعب النساء، بمعنى يلاعب النساء يعني كان سهل العريكة في تعامله رضي الله عنه، زي ما بيدخل بعض الناس ممكن يعني يقول كلمة فيها مزح أو نحو ذلك ويترخص في هذا يعني. فقال أبو برزة: فقلت لامرأتي لئن دخل عليك جليبيب لأفعلن كذا وكذا، بيهددها يعني. فالمهم في يوم من الأيام أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج جليبيبا، لأنه كان يعني لم يكن جميلا يعني. لا نقول دميما، لكن لم يكن جميل الوجه رضي الله عنه. فقال لرجل من الأنصار: إني أريد أن أتزوج ابنتك أو أن أخطب ابنتك، يعني لفظ كهذا يعني. نعم. فطبعا ده الذي يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرجل ما صدق، قال: كرامة ونعم عين، يعني حد يطول؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفرحة بتاعت الرجل كده ومبسوط: قال: إني لا أريدها لنفسي. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: لجليبيب. أول ما قال جليبيب الرجل كش بقى فقال: حتى أستشير أمها. طيب اذهب فاستشير. ذهب الرجل إلى امرأته فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخطب ابنته. قالت: كرامة ونعم عين. فقال: إنه لا يريدها لنفسه، إنه يريدها لجليبيب. قال جليبيب: إني دي يعني لفظة زي إخي مثلا، يعني لقد تقدم لها فلان وفلان وما رضينا أن نزوجها، يعني تصوم وتفطر على بصرة كما يقول العوام يعني. فالمرأة البنت بتسمع الحوار بين أبيها وأمها. فخرج أبوها يريد أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول له إن الأم غير موافقة. فنادته ابنته من وراء حجاب قالت: أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ يعني هو لما يقول أريدها لجليبيب لا يرد عليه فيقال له لا يقال له لا، ادفعوني إليه ولن يضيعني. تزوج جليبيبا، ده القدر اللي في مسند أحمد. القدر اللي في صحيح مسلم هو القادم. لما تزوجها جليبيب يعني فترة قصيرة جدا، وخرج جليبيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، فقتل جليبيب يعني بعد عرسه بفترة يسيرة يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تفقدون أحدا بعد انتهاء الغزوة؟ قالوا: نعم نفقد فلانا وفلانا. طيب هل تفقدون أحدا؟ كررها أكثر من مرة. ففي الآخر قالوا: لا، ما عدنا نفقد أحدا. قال: لكني أفقد جليبيبا، التمسوه في القتلى فوجدوه رضي الله عنه. وجدوه في القتلى في وسط 7. فقال عليه الصلاة والسلام: قتل 7 وقتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه 3 مرات. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. تقول الرواية: لم يكن له سرير أي نعش إلا يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفنه. راوي هذا الحديث ثابت البناني. فقال له إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة:
هل تدري بما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اللهم لا تجعل عيشها كدا كدا، اللهم لا تجعل عيشها كدا كدا. يقول الراوي: فلم أجد أي من أنفق منها في المدينة. يعني خطابها كانوا كثيرين يعني بركة دعوة النبي صلى الله عليه ببركة وسلم. دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة قصة جليبيب يعني تصدع قلبي كلما ذكرتها. رضي الله عنه. رضي الله عنه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذا هو قلب جليبيب رضي الله عنه. رضي الله. ممكن يعني أنا غير مستطيع لمواصلة الحوار، ممكن أختم.